سألوا شركة كبيرة: بتحسي بإيه يا شركة لما بتكسبي كتير؟ ردت الشركة: بحس إن لازم أزود من مخصص الضرايب. إيه حكاية مخصص الضرايب ده كمان؟ أنت مش محاسب، صح؟ بص بقى يا سيدي، الأول المفروض تسألني يعني إيه مخصص أصلا؟ المخصص ده عامل زي الحصالة، بحوش فيه جزء من أرباح الشركة عشان متوقع خسارة أو التزام معين في المستقبل. زي ما تقول كده القرش الأبيض ينفع في اليوم الأبيض. وطبعا في فرق بين المخصص والاحتياطي. فاهم. يعني أنا بحوش مخصص احتياطي يعني. لا، أنت كده دخلت حاجتين في بعض. ابسطها لك. لو حوشت فلوس عشان تدفع بيه مصاريف العيال ده كده مخصص، بس لو حوشت عشان مش عارف الضربة هتيجي منين انت كده بتكون احتياطي. نرجع بقى لسؤالك يا معلم، ايه هو مخصص الضرايب؟ اتفقنا ان كل مخصص بنحوشه لغرض معين، فالشركة الناصحة بتحوش على جنب قرشين عشان سيولتها ما تتأثرش لما يجي وقت التزام ضريبي. بس كده، خد لفة بقى في الاكونت.